أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع شاغل بالنا كلنا، مستقبل أسعار الذهب. هنعرف مع بعض إيه اللي بيطلعه وإيه اللي بينزله. وطبعا السؤال الأهم اللي بيلف في دماغنا كلنا دلوقتي، الذهب نبيع ولا نشتري؟ يا ترى أبيع والحق أكسب قرشين ولا اشتري دلوقتي قبل ما السعر يطير في السماء؟ ما تقلقوش، في الدقائق اللي جايه دي هنمسك كل خيوط الموضوع ده، وفي الاخر اوعدكم ان الصوره هتكون واضحه جدا وهنعرف ناخد القرار الصح مع بعض. بس قبل ما ندخل في التفاصيل، لو التحليلات دي بتهمكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. بصوا، سوق الذهب دلوقتي عامل بالظبط زي لعبة شد الحبل، في قوتين كبار عكس بعض بيشدوا السعر، واحدة بتزقه لفوق والتانية بتشده لتحت، وعشان كده احنا شايفين حالة التوازن الحذر دي. طب ايه هما القوتين دول؟ اولا التوترات السياسيه اللي في المنطقه، زي مثلا اللي بين امريكا وايران، دي بتخوف الناس فبتخلي سعر الذهب يزيد. والناحيه التانيه في عوامل اقتصاديه مهمه زي سعر الدولار والنفط. يلا بينا نفصص كل عامل لوحده عشان نفهم اكتر. تمام، خلينا نبدأ بالعامل الأول والأخطر كمان، وهو المفاوضات اللي شغالة بين أمريكا وإيران. صدقوني نتيجتها هتفرق كتير قوي في سعر الذهب. هنا بقى الحكاية ليها وشين مفيش تالت ليهم. لو المفاوضات دي نجحت والدنيا هديت، الاستقرار هيرجع والمستثمرين هيطمنوا ويروحوا لأصول تانية، وساعتها سعر الذهب غالبا هينزل. طب لو فشلت لا قدر الله، التوتر هيزيد والناس كلها هتجري تستخبى في الذهب، وده معناه ان سعره هيولع. يعني الموضوع حرفيا يا أبيض يا أسود. طيب ده كان شد الحبل من ناحية، تعالوا نروح للناحية التانية بقى ونشوف الضغوط الاقتصادية، ازاي الدولار والنفط بيأثروا على السوق. هنا الموضوع معقد شوية، فركزوا معايا. لما سعر البترول نزل ده ريح الأسواق شوية، وضعف الدولار كمان بيساعد سعر الذهب. بس في كبيرة قوي، التضخم لسه عالي، وده بيخلي البنوك الكبيرة زي الفيدرالي الأمريكي مصمم يخلي الفايدة عالية. طيب وإيه المشكلة؟ المشكلة إن الفايدة العالية دي بتخلي أي حد يفكر ليه أسيب فلوسي في ذهب مش بيجيب لي عائد، في حين إن ممكن أحطها في البنك وتجيب لي فايدة محترمة. طيب سيبنا من السياسة والاقتصاد شوية، بعد ما فهمنا الصورة الكبيرة دلوقتي جه الوقت اللي لازم نسمع فيه الأرقام نفسها بتقول إيه، وده بقى دور التحليل الفني. الرقم ده هو أول خط دفاع للذهب، نقدر نقول كده إن دي الأرضية اللي السعر بيحاول يقف عليها. لو فضل فوقيها يبقى الوضع لسه فيه أمان نسبي. أما الرقم ده بقى فده السقف اللي السعر كل شوية يخبط فيه ومش عارف يعديه. لو قدر يكسر السقف ده فدي هتكون إشارة قوية جدا إننا طالعين لفوق. والجدول اللي قدامنا ده بيلخص لنا القصة كلها، بيورينا مستويات المقاومة يعني الحواجز اللي السعر بيحاول يكسرها، ومستويات الدعم يعني الأرضيات اللي بتسنده لو وقع. دي تعتبر الخريطة اللي هتمشي عليها حركة السعر الفترة الجاية. ودلوقتي وصلنا للحظة اللي كلنا مستنيينها. بعد ما شفنا السيناريوهات السياسية وقرينا الأرقام الفنية، إيه بقى القرار اللي المفروض ناخده؟ يا ترى كل التحليل والكلام ده بيودينا لفين في الآخر؟ الإشارة دلوقتي بتقول نشتري ولا نبيع؟ وهنا بقى الزتونة بتيجي من كلام الخبراء. النصيحة مش بيع واجري أو اشتري واجري، النصيحة بتقول إن الأسعار دي مناسبة إن الواحد يبدأ يبني محفظته الاستثمارية حبة حبة، خصوصاً لو بيفكر على المدى الطويل. وأهم حاجة بلاش نبيع مع أول هزة تحصل في السوق. يبقى الخلاصة إيه؟ القرار النهائي اللي كل التحليلات دي بتشاور عليه هو الشراء التدريجي. يعني إيه؟ يعني نشتري على مراحل. طب ليه نعمل كده؟ عشان ببساطة بنقلل المخاطرة، وفي نفس الوقت لو السعر نزل فجأة يبقى دي فرصة لينا مش خسارة. تمام، قبل ما نختم خلينا نلخص بسرعة ونحدد الاتجاه العام للسوق عشان الصورة تبقى كاملة في دماغنا. الاتجاه العام للسوق نقدر نوصفه بأنه محايد، لكن بيميل للإيجابية بحذر. يعني الكلام المكلكع ده معناه ببساطة إن السوق بيستعيد عافيته، بس بالراحة، لسه ما شفناش انطلاقة قوية. الحركة غالبا هتكون هادية وثابتة، وده بيأكد تاني فكرة إن الشراء التدريجي هي الأنسب. ودلوقتي جه دوركم. بعد كل التحليل ده، ايه القرار اللي هتاخدوه؟ هتكونوا في فريق اللي بيشتري ولا اللي بيبيع؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات وخلينا نتناقش مع بعض.